سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيان. جبت لكم واحد الاقتراح ديال الغدا ولا العشاء سهل في التحضير. المهم كما كتشوفوا غادي ندوزو دابا للطريقه. عندي الدنجال الكميه اللي بغيتي، انا درت غير جوج، كنقطعوهم مزيان على شكل طولي. غادي نكمل الكميه اللي عندي. غادي نجيب واحد الطاوه اللي كتدخل الفران، غادي نديروا ليها الورقه ديال الفران، غادي نستفوا الدنجال ديالنا. بعد ما استفتو هكا غادي نجيبو الزيت البلديه، زيت الزيتون، غنزيد عليها شويه ديال الملحه، باش ما يجيناش الدنجال ديالنا باسل. غنحاولوا ندهنوه مزيان بالزيت البلديه والملحه باش تدخلوا مزيان. بعد ما دهنتو بالزيت غادي نمشي نديرو في الفران، وغادي نقصوا العافيه للفران باش يدخلوا الطياب. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الشرموله اللي غادي نعمروا بها الدنجال بعد ما نخرجوه من الفران. عندي هنايا مطيشه، انا درت جوج. عندي الفرماج موزاريلا ولا اللي يعجبك اللي متوفر عندك. عندي لا شابلور الخبز المحمص، غادي نديرو 2 معالق ونص. غنزيدو شويه ديال الملحه، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال التحميره. غاديش نكثروا التوابل، وغادي نزيد الزيت البلديه. غندير واحد 3 المعالق باش نخلط الشرموله ديالي. غادي نخلط مزيان. هاد الاكله سهله وصيفيه، ديريها للعشاء ولا للغدا يعجبك. ها هي واجده. دابا غادي نخرجوا الدنجال ديالنا من الفران. كما كتشوفوا راه طاب غير نص طيبه، حيت مازال غادي نرجعوه. غادي نعمروه بهذيك الشرموله اللي صاوبنا. ما غاديش نخليوه بزاف في الفران، غير يذوب لينا الفرماج وغادي نخرجوه.
كما كتشوفوا راه عمرته. تقدري الا ما عندكش الدنجال ديري الفلفله بحال هكا تعمريها، ولا القرعه، الكورجيت حتى هي كتجي زوينه. غادي نديروه في الفران تيذوب الفرماج. كما كتشوفوا راه خرجناه، راه كيجي بنين وسهل في التحضير. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الطريقه ديال الدنجال وتجربوها، راه زوينه وسهله في التحضير. كنتمنى الى اول مره تشوفي القناه ديالي شاركي وتفعلي الجرس باش يوصلك الجديد. بالصحه والراحه. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وشي حاجه جديده.